خصوصا الذين يسمون أنفسهم بالأحباش، وكذلك بأسماء آخرى، بأسماء كثير. في هذا الوقت الحرب بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع، كما كان في أول الأمر في بداية في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ومنهم من يقول الله موجود بلا مكان، ومنهم من يقول الله موجود في كل مكان. واحد يقول الله موجود بلا مكان، والآخر يقول الله موجود في كل مكان. وهذا اعتراض وخلاف لقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، والاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والجهود به كفر، والسؤال عنه يعني عن الكيفية بدعة، كما قاله إمام دار الهجرة، كما قاله إمام المدينة مالك بن أنس. فهم يقولون الله موجود بلا مكان، وبعضهم يقولون الله موجود في كل مكان، مكان القدر ومكان كل شيء. وهذا مذهب باطل، وهذا اعتقاد باطل، وهذا اعتقاد فاسد. ولذا لا بد أن نعتقد مذهب أهل السنة والجماعة أو الفرقة الناجية أو عقيدة أهل السنة والجماعة كما تعرفون هم المتمسكون بالكتاب والسنة على فهم النبي وأصحابه أو على فهم السلف الصالح. هكذا ولا لا؟ هكذا. وهم الإيمان بعد ذلك يزيد وينقص. ومنهم من يقول الإيمان جزء واحد لا يتجزأ، إن خرج الكل، وإن كان ثابتا ثبت الكل. وهذا وعجيب. ولذلك لا بد أن نعتمد ونجتهد على عقيدة السلف. عقيدة السلف لا بد أن نعتمد ونعتقد على عقيدة السلف. عقيدة السلف هم المتمسكون بالكتاب والسنة على فهم النبي وأصحابه وعلى فهم السلف الصالح. إن شاء الله لابد إن شاء الله إخوان المسلمين اليقين الواجب على كل المرء أن يكون إيمانه يقينا، وإن شك في الإيمان فإيمانه فاسد، فقد يخرج من الملة. فالله عز وجل يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني هم المهتدون في دار الدنيا ولهم الأمن في دار الآخرة. هذا فائدة العقيدة، فائدة الإيمان، فائدة الإسلام. وأما تقسيم التوحيد هذا ليس ببدعة. ومنهم من يقول أن تقسيم التوحيد من جملة البدعة، وهذا ليس ببدعة. لو تدبروا القرآن وتأملوه حتى الفاتحة لو دبروها لوجدوا فيه توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وأما العجيب الذين يشتغلون بالكتاب ويقرؤون القرآن والتفسير ولا يفهمون حقيقة الإيمان. حقيقة الإيمان لا يفهمون. لا بد أن نفهمها،
لا بد أن نفهمه، لأن الإسلام لا بد أن يكون على طريق واضح. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الله طيب ليس له شريك، وليس معه معبود بحق إلا معبود بالباطل. طيب لا يقبل إلا طيب. وإن الله عز وجل أمر المؤمنين والمسلمين، أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. العمل الصالح العمل الموفق للشريعة. يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام رجالا كثيرا، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو الله عز وجل فيقول: يا رب يا رب، ومع ذلك مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. ولذلك إخواني في الله لا بد أن نجتنب ما يخالف العقيدة وما يخالف التوحيد. فإن الأكل بالحرام والشرب بالحرام واللباس بالحرام والغذاء بالحرام مما يبطل العبادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يوما من الأيام: هل تدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل انقضاء ما عليه أخذ من خطاياهم فطريت عليه ثم طرح بالنار. وهذا الحديث يفيد على أن صلاتك وصيامك وخير الذي أنت تعمل تكون لغيرك، وأنت تعبت نفسك ليلا ونهارا بالصدقة وبكل خير تتعب نفسك، ومع ذلك أنت ظالم تظلم الناس إما بيدك وإما بلسانك وإما باعتقادك، وهذا الظلم تفسد عليك أعمالك الذي أنت تعبت نفسك ليلا ونهارا حتى يكون لغيرك، والعياذ بالله. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. نحن لسنا بمستعدين لإلقاء الكلمة، وهذا الكلمة إن كانت صالحة موافقة للحق فمن الله، وإن أخطأت فيه فمن نفسي ومن الشيطان.